السلام عليكم. في قصه كده عشتها انا بصفه شخصيه فحابب اشاركها معاكم. كان ليا شاب صديقي كويتي هينزل يدرس في مصر. التنسيق بتاعه جابه ان هو يدرس في جامعه القاهره. فهو ما نزلش مصر قبل كده، وكان الموضوع بالنسبه له مختلف. كان عايز يروح تركيا، بس التنسيق بتاعه جابه في مصر. فبيسالني بيقول لي ايه رايك في العيشه في مصر؟ فقلت له العيشه في مصر كويسه جدا، وهتستمتع بيها جدا، وهتلاقي معامله طيبه من كل الناس المصريين اللي موجودين في مصر. فما كانش مصدق. قلت له انا مش بقول لك الكلام ده عشان انا مصري، بس انت هتنزل مصر وهتشارك كده يومياتك وتشوف الدنيا عامله ازاي، وبعد كده عايزك تبقى تقول لي ايه اللي حصل معاك. ما كانش مصدق. نزل مصر، وبعد فتره رجع من مصر. ما سالتهوش، فلقيته هو اللي بيقول لي مش تسالني على عيشها في مصر. فقلت له انا نسيت ايه اللي حصل معاك. ما كنتش متوقع ان انا هلاقي المعامله دي من الناس ما تعرفنيش، وبيقولوا لي على حاجات كتيره كويسه. اكون عايز اروح مكان الاقي الناس اكتر من حد يوصف لي المكان. اكون عايز مطعم كويس الاقي اكتر من حد يوصف لي على اكتر من مطعم. اكون عايز اروح اشتري حاجه يقولوا لي روح اشتريها من المكان الفلاني هتكون ارخص شويه. فبجد الناس بتحب الغريب جدا. قلت له مش قلت لك الكلام ده؟ انا عارف ومتاكد ان احنا في مصر بنقف مع اي حد ينزل عندنا ونكون عايزين نقدم له احسن خدمه. فقال لي بجد كان كلام حقيقي بجد، وانا ما كنتش متوقعه. وممكن كنت اسمع من الناس ان العيشه في مصر مش حلوه، بس لما شاركتها بنفسي بجد العيشه كويسه. وانا اجازه اسبوعين هقعد اسبوع بس وهنزل اقعد تاني في مصر. قلت له عشان تعرف قد ايه الناس في مصر كويسه. وكمان قال لي انا بنزل الساعه 2 بالليل الاقي الشوارع مليانه ناس كاني انا في النهار. انزل الساعه 3 بالليل برضو الناس موجوده. في كل وقت المطاعم شغاله، الحياه جميله. قلت له عشان تعرف احنا قد ايه كويسين. فشكرا جدا لاي واحد بيخلي الناس تشكر فينا، وبيعامل اي حد غريب ينزل عندنا بمعامله كويسه وعامله طيبه. ان انت قد ايه لما بتكون بتعامل حد بطريقه كويسه وبتحسسه بكل حاجه حلوه، فبيبدا يقولها ويفضل فاكرها لحد اخر يوم في عمره ان انا قابلت ناس وكانوا كويسين معايا. لو عاملت حد بطريقه مش كويسه برضه بيفضل فاكرها طول الوقت ان انا قابلت حد في يوم من الايام وعاملني بطريقه مش كويسه في مصر. فشكرا جدا لاي حد سواق او في مطعم في اي مكان كان الناس شافتنا بالطريقه الكويسه دي. انا بكون سعيد جدا لما بسمع ده من الناس، حاجه بتسعدني جدا. شكرا جدا لاي حد بيخلي الناس تشوفنا بالطريقه الكويسه.